أنا عروسة جديدة. يوم صباحياتي لقيت أمي بتكلمني، بتقولي معلش يا بنتي أنا مش هعرف أجي أطمن عليكي، هعدي أول يوم وتاني يوم وتالت يوم إن شاء الله هجيلك. قلت لها هتسيبيني لوحدي؟ أنا عروسة وكده. قالت لي معلش يا بنتي، أنا حماتك دي مش طايقاها، ففوتي يومين يكونوا خلصوا زيارة وأنا هبقى أجيلك. أمي مش طايقة حماتي بسبب موقف زبالة حماتي عملته مع أمي. أنا يوم فرحي حماتي وخالتي طلعوا بسرعة على الشقة عشان يفتحوا التلاجة ويشوفوا الحاجات اللي ناقصة ويجيبوها، ونزلوا يشتروا الحاجات. وهم طالعين كنت انا بقى خلاص واقفين قدام البيت عمالين نحتفل وكده. فكانت امي نازله هي وخالتي من الشقه. مين اللي شافتهم؟ سلفتي. لما شافتهم وهم نازلين راحت جري تقول لحماتي ده امها وخالتها شكلهم سارقين حاجات من فوق. فجت حماتي لقت امي وخالتي نازلين ومعاهم شنط سفر. قالت لها ايه يا حاجه، انت جايه من فوق كنت بتعملي ايه؟ قالت لها كنت بجيب الحاجات الناقصه اللي ملحقتش اجيبها. قالت لها طب ايه الشنط دي؟ امي جايبه الحاجه وحطها في شنط، الشنط بتاعت امي، فحطت الحاجه فوق ونزلت بالشنط. انا شنطي امي جايبالي الشنط بس ما استخدمتهاش. فوقفت بتقول لها ايه ده، الشنط شكلها حلو وعايزه اجيب زيها، طب وريني كده الشنط وعايزاكي تجيبيلي زيها. وقعدت تفتش في الشنط وتفعص فيهم وتفتح السوست وتبص. فامي وخالتي اتضايقوا لانهم مش عبط ومش صغيرين وعارفين ايه الحركات القرعه اللي بتحصل دي. فامي قالت لها ايه يا حاجه، خلصتي تفتيش؟ قالت لها لا تفتيش ولا حاجه، انت كده كده نازله من شقه ابني. فطبعا امي وخالتي زعلوا ومشيوا. فانا قلت لها خلاص يا امي مش مشكله بقى وتعالي على نفسك. قالت لي لا بتسرقني، يعني بعد اللي انا جايباه ده كله من لحمي الحي والفلوس اللي انا دفعاها بتسرقني؟ هو انا هاخد ايه من فوق؟ ما اللي فوق انا اللي جايباه هسرقه؟ فانا ما حبيتش بصراحه اعمل مشاكل في الاول وسبت امي على راحتها. فحماتي طلعت هي وعيالها وعيال عيالها والبيت كان مليان اطفال. انا اتضايقت جدا لاني طبيعي اللي بيجي العروسه لسه متجوزه ما بيجيبش عيال صغيرين معاه، خصوصا لو العيال دول اشقياء جدا. فحماتي جت وقعدت تقولي امال امك فين يا اختي؟ امك سايباكي لوحدك ازاي؟ دول ناس ما بيفهموش في الاصول. وعمالة تحرق دمي وقلبت القعدة كلها كلام عليا وعلى اهلي وعايزة تطلعنا ناس ما بنفهمش في الاصول. وانا عينيا سرحانة مع العيال لان انا شقتي شقة عروسة وكل حاجة جديدة وفيها انتيكات وحاجات كتير ممكن تتكسر، والعيال عمالين يجروا في الشقة وياكلوا شوكولاتة ويبهدلوا الحيطان، وانا عمالة عيني هنا وعيني هنا وهي عمالة تبص عليا وتحرق وتاكل في نفسها، ودي تكلم دي ودي تكلم دي وعمالين ياكلوا في بعض وانا عيني مع العيال. فبحوش الواد خلي بالك من الشوكولاته، خلي بالك من العصير، خلي بالك مش عارفه ايه. فراحت حماتي عملت ايه، قومي يا اختي قومي انتي وهي على بيتكم، شكلها مش طايقانا مش هنجيلها تاني. فقلت لها لا والله يا طنط انا ما اقصدش، انا خايفه العيال بس يبهدلوا البيت. قالت لي يا اختي هيبهدلوا البيت؟ هما ما عندهمش بيت، ده عندهم بيوت احسن من شقتك 1000 مرة. قلت لها على فكرة انا ما اقصدش، مش عايزاهم يوسخوا حاجة. قالت لي يا اختي ولا تقصدي؟ يلا يا اختي انتي وهو هاتي عيالك وانزلوا وانا مش داخلالك تاني بيت. طبعا اتحرق دمي وقعدت انضف في البيت والحيطان والسكر اللي في كل حتة والفرافيت، وكان يوم ما يعلم بيه الا ربنا. تالت يوم امي جاتلي، انا طبعا كنت فرحانة جدا، يعني هي سايباني يومين يعتبر مع ناس غريبة عني،
اهل جوزي، بس الناس غريبة قاعدين يحرقوا في دمي ويتكلموا عليا كأنهم داخلين حرب. يا دوبك لسه جاية امي ويا دوبك بتقولي عاملة ايه طمنيني عليكي، لقينا الباب دب 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 دب. فجوزي جرى يفتح، لا حماتي وبنتها ومعاها عيالها الاشقية دول. فامي اتضايقت، يعني انتي جاية ليه؟ ده انا جاية تالت يوم عشان ما اشوفش حد. المهم دخلت وبتبص لامي، ايه يا حاجة هنتحايل عليكي عشان تيجي؟ وفضلت تتكلم وتلقح بالكلام علشان امي جاية هي وخالتي بس، لان انا والدي متوفي وما عنديش غير اخ واحد بس ومسافر برا. فامي اخدتني وقالت لي بصي تعالي الاوضه عشان اديكي نقوطك وامشي، لاني مش هينفع اقعد اكتر من كده. فاخدت امي وخالتي ودخلت الاوضه علشان تديني الفلوس اللي الناس اداها لها في الفرح نقطه ليا. فبتقولي مثلا ايه، ال2000 جنيه دول فلانه بنت فلانه اكتبي، وبتكتبني على اساس الفلوس دي تترد تاني في الافراح بتاعت عيالهم وكده. فقعدنا ما كملناش يا دوبك ربع ساعة وسمعت صوت خبط بره وسويت. فانا سبت امي وطلعت اجري علشان الاقي الولا خابط التلفزيون جاب شاشة وهما الاتنين قاعدين باردين، وجوزي داخل من البلكونه. فبقوله انت كنت فين؟ قال لي كنت واقف في البلكونه بشرب سيجاره. فانا بقول لهم حرام عليكم، التلفزيون جديد ده انا ما شغلتوش ليه كده؟ فطلعت امي وخالتي بتقول لهم يعني ينفع يا جماعه؟ يعني صح كده؟ ده التلفزيون لسه فلوسه ما بردتش. علشان حماتي ترد عليها وتقول لها يا اختي الفلوس اللي دفعها ابنك، ما هو ابنك بيشتغل بره وبياخد فلوس قد كده وبيبعتلك وتجيبي بالروحة، هو انتي طالع عينك؟ ده انتوا بتقبضوا بالعملة الصعبة. قالت لا يا حاجة عملة صعبة ايه وسهلة ايه، انا حتى الفلوس اللي باخدها بنبني ما بتكفيش وبكمل عليها علشان اجيب الاجهزة. انت عارفة التلفزيون ده تمنه كام؟ حرام عليكم يا جماعة مش كده. راحت حماتي قعدت تزعق تقول لي ابنها انا مش جاية عندكم تاني. ايه اللي حصل يعني؟ عيل صغير وبيلعب، هو في حد يحط التلفزيون من غير ما يعلقه في حتة عالية؟ ازاي شاشة تتعلق في اخر الحيطة يبقى قاعد كده على الانتريه راسه كده مرفوعة لفوق وهو بيتفرج على التلفزيون؟ ما ينفعش ان هو يتحط على ترابيزة التلفزيون. انتوا اللي غلطانين، المفروض كنتوا تعلقوا الشاشة، احنا ملناش دعوة، انتوا اللي بوظتوه. وراحوا ملبسينا الليلة. انا طبعا بعيط وحماتي عمالة تردح، وخالتي وامي قالولي ربنا يصبرك على ما بلاكي يا بنتي، احنا ماشيين وربنا معاكي. وخدوا بعضهم فعلا ومشيوا. وحماتي خدت بنتها والعيلين الاتنين ونازلين يتمختروا على السلم بمنتهى البرود ولا كأني في حاجة حصلت. وانا منهارة وبعيط في تاني يوم صباحيتي. انا اول ما طلعت خدت بالي من التلفزيون بس اللي اتكسر. لما هما نزلوا عيني بقى بصت في الشقة علشان الاقيهم مسحين شوكولاتة في الانتريه الفاتح الجديد. العصير صبوا عصير واتقلب على السجادة. هم عيلين بس شياطين. فضلت ابكي. راح جوزي جه طبطب على كتفي كده وبس على دماغي وقال لي حقك عليا، ربنا يقدرني واخرجك من البيت ده. قلت له لما انت عارف ان اهلك كده جايبني اعيش في وسطهم ليه؟ انا عملت لهم ايه علشان يعملوا فيا كده وينكدوا عليا؟ ده انا منبهه عليهم من امبارح ما يجيبوش عيال صغيرين، ليه بيعملوا معايا كده؟ قال لي والله العظيم ما اعرف، انا مستغرب من امي ومن اخواتي زيك بالظبط. انا اول مره اشوفهم كده. انا امي دي يعني طيبه جدا،
اول مرة اشوفها بتتعامل مع حد كده. فقلت له هي دي مش حاجتك زي ما هي حاجتي، هما دول لما يبوظوا الحاجة الجديدة اللي انا ما فرحتش بيها، هي دي مش حاجتك في بيتك. قال لي حقك عليا والله العظيم لا هعمل ما بدالي علشان اخدك ونعيش بره. لو هم هيفضلوا بالاسلوب ده واوعدك محدش فيهم هيطلع البيت عندك نهائي. وبيتكلم وبيهديني، لقى تليفونه بيرن بيرد، لقى اخوه عمال يزعقله انت ازاي تعامل لامك كده، انت ازاي تطرد امك واخواتك من البيت، انت وبهدله. قال له امي واختي مطلعين عيالهم وبهدلوا البيت وكسروا التلفزيون وعملوا وسووا. قال له ايه يعني؟ ايه يعني كسروا التلفزيون وبهدلوا الدنيا؟ ايه اللي حصل لده كله؟ وبعدين هي امك هي اللي كسرت ولا العيال الصغيرين اللي مش فاهمين حاجة؟ قال له هما مش كانوا قاعدين؟ قال له يا عم الواد الصغير وقع العصير من على السجادة، امك بتلحقه وبتحوشه، الواد اتعصب راح رازع الكوباية في التلفزيون. ذنب امك ايه بقى؟ هي امك صغيرة على البهدلة دي؟ فقال له انزل وتبوس على راس امك وتاخد مراتك معاك وتصلحوها، ويا عم التلفزيون يتعوض، تلفزيون اتكسر يتعوض، لكن قلب امك لو اتكسر هتعوضه ازاي؟ فراضي امك عشان ربنا يرضيك ويكرمك ويرزقك وتجيب تلفزيون بدل اللي اتكسر ده. فقفل معاه وبيقول لي انا ظلمت امي واختي ولازم ننزل نتأسف لهم، وهم زعلوا واتقمصوا وهم ملهمش ذنب. فحكالي اللي حكاهوله اخوه. فقلت له لما عيال اختك مش متربيين كده بيجيبوهم ليه ويطلعوهم عندي؟ قال لي بقولك احنا هنسيبوا المشكلة وهنشوف هما متربيين ولا لا. فقال لي تعالي نصالحها علشان ربنا يكرمنا، وقلب الموضوع ده حصة دين. فانا قلت له من الواضح انك راجل ملكش كلمة توديك وكلمة تجيبك، انا مش نازلة عند حد، التلفزيون اللي اتكسر ده يجيلي غيره، واهلك انا ماليش دعوة بيهم. داخلة المطبخ سايباه طبعا عمال يتكلم بره ويزعق. داخلة المطبخ علشان اشرب كوباية مية لان ريقي نشف من اللي حصل، علشان الاقي التلاجة فيها خبطة ومتطبقة. طيب باب التلاجة اتطبق ازاي؟ قعدت اصوت وقلت له تعالى بص تعالى بص يا اللي عمال تدافع، بص باب التلاجة عامل ازاي، حرام عليكم يعني دلوقتي تلاجة وتلفزيون؟ قال لي ما باظتش ده بابا اتخبط بس. قلت له بابا اتخبط بس؟ هو انتوا علشان مش جايبين الحاجة يعني ايه الباب اتخبط بس؟ يعني انا ابقى باب تلاجتي متطبق وانا بقالي يوم متجوزة؟ قال لي طب انا هنزل وهنشوف الموضوع ده. هو طبعا نزل علشان يصالحها تحت. المهم نزل قعد بتاع ساعتين وطلع. قال لي على فكرة بقى باب التلاجة كان كده. قلت له باب ايه اللي كان كده؟ قال لي باب التلاجة كان كده، وانتوا بتنقلوا العفش اتخبط منكم واحنا شفناه ونسيت اقولك ساعتها. قلت له لا الباب التلاجة ما كانش كده والله العظيم ما كان كده، حرام عليكم. ضغطي بقى عالي وتعصبت واتنرفزت ورحت داخلة على الأوضة وفضلت رابطة راسي ودماغي بقى هتفرقع، مش قادرة. وكانت جوازة سودة وجوازة منيلة. هو انتوا بتستنوا لما نكتب الكتاب وتطلعوا مواهبكم كلها؟ المواهب دي ما طلعتش ليه في الخطوبة؟